اسمع معي هذا الحديث العظيم اللي يدلك على طريقة بسيطة لكن ترى فيها الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل: الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها. يعني ما عرف شلون يكتبها، كلمة كبيرة، الحمد لله كثيرا، فراجع فيها ربه عز وجل: يا رب شلون اكتب الكلمة، ايش كثر حطها من الحسنات والأجر؟ فقال الله تعالى: اكتبوها لعبدي رحمتي كثيرا. يعني اللي يحمد ربه كثير سينال رحمة الله تبارك وتعالى كثيرا. على قدر حمدك وشكرك لله وذكرك له تنال الرحمة وتكون قريبة منك وانت قريب منها، ولكن نصيب الأوفر وحظ الأسد منها. احمد الله واشكره على نعمه وهو يرحمك مقابل هذا الحمد وهذا الشكر.